اصبر فوالله إن الله أرحم بك من نفسك. والله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يبتليك بشيء إلا لحكمة يعني. إذا الله عز وجل من رحمته أنه ما يجعل حياتك كلها بلاء، إن أخذ منك شيء أعطاك أشياء أخرى. ولو تأملت في نفسك يا المبتلى لوجدت أن عندك مشكلة واحدة لكن عندك خيرات كثيرات. وما أعظم وأجمل الإنسان عندما ينظر إلى بلاء الله على أنه عطاء.